نحن نشكر الله لأنه إله المتألمون. ودائما أقول كلمة لنفسي ولحضراتكم إخوتي الأحباء: قد تبحث عن المسيح وتذهب له إلى بيت لحم فتراه قدم إلى أرض مصر، فتأخذ الرحال وتأتي إلى مصر وتبحث عنه، فيقول لك لقد عاد ليتربى في الناصرة ليدعى نصريا، فتذهب إلى هناك فلا تجده، فتبحث في بيت صيدا وفي كفر نحوم وعند بحر الجليل ولا تجده، حتى إن ذهبت إلى جبل التجلي يقول لك لسه ماشي من شوية. المؤكد لك أنك تراه عند الصليب مسمرا على الصليب، فاتحا ذراعيه لكل المتألمين، إله المتألمين. في كل ضيقتهم تضايق. أكتر إنسان بيحس بربنا والإنسان المتألم. أكتر إنسان بيحس بربنا هو الإنسان المتألم، لأن ألم الإنسان لا يشعر به أحد إلا الإنسان نفسه. حتى أولاده، حتى إخواته، حتى أحبائه، كل ما يملكونه نظرات فقط. لكن من يستطيع أن يجوز معك في الألم ويحط مرهم ويحط دواء غير رب المجد؟ بينفرد بيك وياخدك في حضنه، لك ما تخافش أنا معاك. ألمين اللي يألمك ده أنا اتألمت قبلك، أنا خدت كل آلام البشرية من القديم للجديد لما لا نهاية، وحطيتها في جسدي على الصليب. ما تخافش من الألم، أنا أتألم معك وأرفع الألم عنك وأملأك فرحا وأملأك سلاما. ما تخافش. أكبر عدو بيحارب الإنسان هو الخوف. وصدقني مش يبقى فيه ألم، مش يبقى فيه ألم أبدا.